فكرة إن حد بيضايقِك في الشارع، وفكرة إن أنتِ بتنزلي الشارع مُحمّلة ب100 فكرة قبل ما تنزلي، يا ترى مين واقف على باب العمارة، يا ترى مين على آخر الشارع، يا ترى اللي هاركب معاه سواق محترم أو لأ، كل التفاصيل دي ما حدش مُدرك هي بتسيب جوانا مشاعر عاملة إزاي. ومحدش مدرك هي بتخلّينا نتعامل مع المواقف بعد كده إزاي. بالضبط، صح. يعني هي التأثير بتاع الحاجات دي ما بيكونش تأثير عابر وأنا هاصحى تاني يوم أنا تمام، هو اللي حصل صح، امبارح ده خلص. صح، هو أنا بابقى كل يوم عندي حساباتي صح. اللي لو ما عملتهاش هابقى قلقانة أكتر. آه. فأنا كل يوم يبقى عندي نفس القلق ونفس الوتيرة اللي باصحى بيها إن هو أنا اليوم مش safe. اليوم صح، ما مفيش فيه أمان خالص اليوم ولا ما اليوم فيهوش مش آمن. اليوم ما فيهوش مساحة أمان تخلّيني أصحى أبقى relax، أروح شغلي مبسوطة وهادية، أتعامل مع الحياة بهدوء. أنا طول الوقت مشدودة وطول الوقت عندي بييجي لي نوبات قلق، لإن أنا طول الوقت في بقى مش الشارع بس، طبعًا. الشارع والتعاملات اللي في السياق بقى بتاع الحياة بشكل عام يعني.